السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ ام كنزي وحشني جدا جدا جدا. اخواتي وحبايبي في الله، يا ريت اول مرة لو حد بيشوفني ما ينساش يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد احنا بنعمله. يا احلى اخوات في الدنيا، ما تنسوش الكومنت واللايك الجميل اللي بيشجعونا بيه. يا احلى اخوات في الدنيا، اخواتنا وحبايبنا، مش هنكبر غير بكم انتم يا احلى اخوات في الدنيا. بالله عليكم يا اخواتي، كل اللي يتفرج على الفيديو ما يجريش منه، يتفرجوا على الفيديو كامل عشان المشاهدة يا حبايب قلبي، ومحتاجة تشجيع منكم بالكومنتات الحلوة واللايك الجميل. يا احلى اخوات في الدنيا، اخواتي وحبايبي في الله، اخواتي ومتابعين الناس الجميلة. النهارده يا حبايب قلبي هعمل لكم ايه؟ هعمل لكم السلق يا حبايب قلبي بتاع القلقاس. هنفرزه مع بعض بطريقة سهلة يا حبايب قلبي، هوريكم عشان ما اطولش عليكم. يا احلى اخوات في الدنيا، معايا ايه يا حبايب قلبي؟ معايا حزمتين شبت اهم يا حبايب قلبي. انا قلت اجفف معاكم السلق بطريقه سهله وطريقه بسيطه. جربوا الطريقه بتاعتي دي، تحفه جدا جدا جدا. خليكم معايا لاخر الفيديو هتعرفوا ازاي الطريقه سهله وطريقه بسيطه، وهسهل عليكم جدا جدا يا حبايب قلبي. دول حزمتين شبت اهو يا حبايب قلبي، شايفين الخضره جميله ومرعرعه ازاي وزي الفل يا حبايب قلبي. دول حزمتين شبت، ودول يا احلى اخوات حزمتين كزبره اهو. شايفين المنظر؟ شايفين الجمال؟ يا رب الصوره تكون واضحه لكم اهو يا حبايب قلبي. معايا ايه تاني؟ معايا يا حبايب قلبي السلق. السلق ده يا حبايب قلبي بتاع القلقاس بيجي وقت علينا ما بنبقاش لاقيينه في السوق. السلق ده يا حبايب قلبي ما بنبقاش لاقيينه في السوق خالص، ساعات بيجي علينا وقت نقعد ندور عليه. انا والله العظيم يا حبايب قلبي جه على يوم من الايام قعدت ادور على السلق ده في السوق، ما كانش متواجد خالص خالص خالص. فانا يا حبايب قلبي هجففه معاكم بطريقه سهله وطريقه بسيطه. خليكم معايا واحده واحده كده يا حبايب قلبي. يلا، حاجات سهله وبسيطه وبسهل عليكم الطرقات يا حبايب قلبي. هاتوه جففوه عشان رمضان، خزنوه يا حبايب قلبي. همسك السلق بتاعه يا حبايب قلبي بتاع القلقاس اهو يا حبايب قلبي. همسكها كده اهي، مش محتاجه سكينه. هعمل ايه يا حبايب قلبي؟ اهي همسك كده واحده تاني قدامكم اهو يا حبايب قلبي. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوه؟ طريقه سهله جدا 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 اهو يا حبايب قلبي اهو بالمنظر ده. انت كل اللي تعمليه اهي بشيل الحته اللي هي السلسله ديت اهي. شايفين المنظر؟ ما بعملش حاجه غير انا بشيل السلسله اهي. هي احلى اخوات في الدنيا. شايفين يا اخواتي؟ هوريكم واحده تاني. ادي هي السلق اهو يا اخواتي زي ما انتم شايفين اهو. شايفين هعمل ايه؟ كل اللي بعمله اهو هوريكم بس اهو. اهو همسك كده من الناحيتين السلسله، بوريكم كل حاجه قدامكم اهو. ليه بعمل يا حبايب قلبي؟ رمضان الوقت فيه بيبقى ضيق جدا جدا جدا، زي ما قلت لكم قبل كده بنبقى سهرانين اهو. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوه؟ شايفين السلسله؟ قشرتها من السلسله، كل اللي انتوا بتعملوه اهو. فالوقت يا حبايب قلبي بيبقى ضيق جدا جدا جدا، بنخزن الحاجات ديت بتسهل علينا وقت اهو. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوه اهو. باخد السلسله ديت اهي بشيلها. طريقه سهله جدا جدا جدا، مش هتلاقوا اسهل من كده غير عند ام كنزي وبس حبيبكم. قلت لكم التكات والحركات مش هتلاقوها غير عندي اهو. فهرجع تاني يا حبايبي اقول لكم الوقت بيبقى ضيق. ورايا مشوار، راح اجيب حاجه، قمت متاخر. طبعا احنا عارفين رمضان كله سهر طبعا. قمت متأخرة يا حبايب قلبي، الاقي الدنيا قدامي سهلة. اشد كيس السلق من الفريزر وكيس القلقاس يا حبايب قلبي يبقى موجود عندي. واوريكم برضو طريقة القلقاس بتتجفف ازاي يا حبايب قلبي. عشان النهارده الست اللي بجيب منها الفلاحة، بتعامل مع واحدة فلاحة بتجيب حاجات صبحة زي ما انتم ما شايفين، وحاجات زي الفل. بتجيب كل الخضروات وكل الحاجات صبحة زي ما انتم ما شايفين الجمال والحلاوة. فانا النهارده يا حبايب قلبي ما لقيتش عندها، فقلت ان شاء الله في حلقه كده باذن الله هجيبه برده واوريه لكم بطريقه سهله جدا جدا جدا، بطريقه ام كنزي. ام كنزي قلت لكم ما بتعملش الا الحاجات السهله والبسيطه اهو يا حبايب قلبي. شايفين السلسله اهو؟ كل اللي انا بعمله بشيل بس السلسله زي ما انتم شايفين اهي، ودي اهي السلق اهو. هوريه لكم يا حبايبي طريقه هتعجبكم، سهله جدا 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 اهو. كل حاجه قدامكم يا حبايب قلبي، ما بعملش حاجه غير ايه؟ ما بوريها لكم، ما بعملش حاجه من وراكم. شايفين يا حبايب قلبي السلسله اهو. هعمل كده اهو،
هتجيبيه تغسليه غسله حلوه تحت الحنفيه وتحطيه في مصفى اهو. شايفين المنظر؟ طريقه سهله جدا، مفيش اسهل من كده، يعني طريقه مش سهله. انا كل ده بعمله ليه يا حبايب قلبي؟ بسهل الوقت في رمضان عليا، واسهل وقتي، واسهل بس نفس الوقت بتسهلي وقت، بتوفري فلوس في رمضان. يعني انت الشهر ده بتجففي فيه حاجات وبتخزني، بتيجي عليكي بقى شهر رمضان بيبقى بسم الله ما شاء الله بيبقى متوفر معاكي فلوس جدا 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 للبيت اهو يا حبايب قلبي. كل اللي انا هعمله يا حبايب قلبي هعمل ايه؟ هاخد كل الجميل دوت وكل الكلام الجميل دوت اهو يا حبايب قلبي، كل الكلام الجميل دوت، واخد الخضره بتاعتي الجميله. هعمل ايه؟ هاخدهم تحت الحنفيه يا حبايب قلبي، هغسلهم غسله حلوه طبعا عشان بيبقى كلهم طبعا انتوا بيتهيألك اللي هو نضيف، انتوا شايفينه زي الورد ما فيهوش طينه ولا اي حاجه. فانتوا متهيأ لكم يا حبايب قلبي يبقى في تراب ناعم ورمله ناعمه طبعا من الزرع يا حبايب قلبي طبعا، ومن الشوله اللي بيجيبوا فيها الزرع. فانا كل اللي هعمله هاخده في مصفى واغسله غسله حلوه واسيبه في المصفى يا حبايب قلبي يصفى من ساعه لساعتين. مستعجله خليه ساعه، ساعه ونص، مش مستعجله خليه ساعتين. قلت لكم اهم حاجه الغسيل بتاع التخزين يا حبايب قلبي، يكونوا غاسلين حاجه كويس ونسيبها تتصفى كويس جدا 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 عشان ياخد نتيجه كويسه. هاخد كل الكلام الجميل دوت يا احلى اخوات في الدنيا، السلق والخضره اللي هي الشبت والكزبره هغسله يا احلى اخوات. وهعمل ايه؟ مش هعمل اي حاجه، هغسل بس الخضره واسيبها تتصفى واخرطها وارجع لكم تاني يا احلى اخوات هقول لكم هعمل ايه، واعبي الدنيا دي كلها مع بعضينا واوريكم طبعا التجفيف بتاع ام كنزي. بس ما تنسونيش في الكومنت الحلو واللايك الجميل يا احلى اخوات في الدنيا عشان اعمل لكم كل جديد وانزل لكم فيديوهات مختلفه يا حبايب قلبي. طبعا الطريقه بتاعه التخزين قلت لكم مش هتلاقوها غير عندي انا وبس، الطريقه سهله ووفرت عليكم مجهود وطريقه هتعجبكم وانتوا اللي هتحكموا يا احلى اخوات في الدنيا. اللي هيقول لي ايه دوت هقول له جرب وانت هتعرف وتحكم يا حبايب قلبي. ما تحكمش على اي حاجه غير ما تجربها يا حبايب قلبي. يلا هروح اغسل كل الكلام الجميل دوت واخد الخضره بتاعتي وارجع لكم تاني يا احلى اخوات في الدنيا. وادي يا حبايب قلبي ما عملتش اي حاجه غير انا غسلت الخضره وخرطتها زي ما انتم ما شايفين وصفيتها كويس جدا جدا جدا. اهم حاجه قلت لكم التصفيه يا حبايب قلبي. وادي السلق اهو يا حبايب قلبي غسلته، شايفين ناشف ازاي؟ شايفين يا حبايب قلبي ايديا ما فيهاش نقطه ميه. انا عاوزه المنظر ده يا حبايب قلبي، صفوه جدا 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 جدا، لا اما مش صابره عليه لما يصفى. طبعا احنا كده كده بنغسله طبعا زي ما انا وريته لكم كده، بنشيل السلسله منه وبنغسله فوطه ناشفه وحطيه من الفوطه ونشفيه يا حبايب قلبي، هيبقى بالمنظر ده زي ما انتم ما شايفين. انا مش عاوزه نقطه فيه ميه يا حبايب قلبي. هعمل ايه تاني يا حبايب قلبي؟ هجففه زي ما هو، هخزنه يا حبايب قلبي زي ما هو. هتقولوا لي ازاي؟ هقول لكم جربوا برده وانتوا هتعرفوا احكموا على الحاجه يا حبايب قلبي. هاخد شويه سلق على قد السلق اللي انا القلقاس اللي انا هعمله، يعني دي الكميه دي حلوه ديت على كيلو قلقاس يا حبايب قلبي. هعمل ايه؟ ده الشبت والكزبره، هاخد برده حبه كده يا حبايب قلبي من الشبت وحبه من الكزبره اهو. شايفين المنظر يا حبايب قلبي اهو؟ المنظر ده هو اللي انا عاوزاه يا حبايب قلبي. هعبي كل الكميه بالمنظر ده وارجع لكم تاني يا حبايب قلبي. وادي يا حبايب قلبي عبيتي الكميه، شايفين الصينيه ناشفه ازاي يا حبايب قلبي؟ عاوزه المنظر ده ما يكونش فيها ميه. شايفين يا حبايب قلبي اهو الكميه بتاعتي اهي، بسم الله ما شاء الله يا حبايب قلبي. صلوا على الحبيب قلبكم يطيب يا احلى اخوات في الدنيا. هتطلعي الكميه بتاعتك كيس السلق على الحله على طول يا حبايب قلبي. في ناس بتجففها يا حبايب قلبي مش كده، في ناس بتخزنها بتشوحها في سمنه يا حبايب قلبي وتوقفها بس على الثوم، يعني تطلعها بس على الثوم. بس انا يا حبايبي طبعا ما بعملهاش كده خالص، دي الطريقه بتاعتي طبعا، طريقه مامتي وطريقه طبعا تيتا الله يرحمها كانت بتعمل بنفس الطريقه ديت. كانت بتشيلها من السنه للسنه بنفس الطريقه بتطلع زي ما هي. شايفين يا حبايب قلبي؟ طبعا انا قسمتهم على 4 اكياس، انت قسمي زي ما انت عاوزه حسب الكميه بتاعتك يا حبايب قلبي. اهي دي الطريقه بتاعتنا، يا رب تجربيها وهتعجبك جدا جدا جدا. ما تحكموش على الحاجه يا حبايب قلبي الا لما تجربوها. طبعا لما تجربوا الحاجه، هي الحاجه طبعا اللي هتقول لكم كانت حلوه ولا وحشه. وانا طبعا لما اطلع الحاجه دي يا حبايب قلبي وانا بعملها هوريها لكم اكنكم لسه جايبينها
فريش يا حبايب قلبي، جربوها مش هتندموا. يلا جربوا يا حبايب قلبي، واقول لكم كل سنه وانتم طيبين، يا رب تعود عليكم الايام كلها بخير. يلا فرزوا وفرحوا اولادكم، يلا واملوا بيوتكم كلها بالخير. يلا اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي يا حبايب قلبي، باي باي.